طب انت كمدمن على الافلام الاباحيه ليه بترجع كل مره تتفرج عليها مع انك بتحاول انك تبطل؟ الجهاز الحوفي اللي موجود في الجزء ده من عقل الانسان، والجزء الخارجي اسمه القشره الخارجيه، وهو كبير جدا في عقل الانسان واصغر بكتير عند الحيوانات، وممكن نعتبره ان العقل المنطقي والعقلاني عند الانسان، يعني ما عندوش مشاعر، هو المسؤول عن التخطيط والتفكير، والقشره الدماغيه هي اللي بتفهم عواقب افعالنا، زي انك لو كلت كتير هتتخن مثلا. اما الجهاز الحوفي على الله خالص، هو المسؤول عن العواطف والجوع والجنس او اي مشاعر او حتى الادمان، وده عندنا وعند كل الثدييات اللي موجوده على الكوكب. علشان كده الباحثين بيدرسوا دماغ الفئران علشان يساعدونا ازاي احنا نتخلص من ادماننا. الباحثين دول قالوا ان التوازن الكيميائي في الجهاز الحوفي مهم جدا، لانه المسؤول عن احساسنا ناحيه الحياه اللي احنا عايشينها، وهو اللي بيحمينا من تجنب الالم وتكرار المتعه اللي بنبقى مبسوطين بيها، لان البقاء على قيد الحياه معتمد على تجنب الالم الجسدي والعاطفي. يعني تلمس النار الم، تاكل الايس كريم متعه. طب الاباحيه الم ولا متعه؟ ده الفيديو اللي جاي. سلام.